خلصنا خلاص واللي حصل حصل، لا 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 لا، مليون مبروك. بنرضع طبيعي. تعالي اقول لك بقى ازاي تخسي وانتي بترضعي طبيعي. السحر كله في الكوبايه دي. مبدئيا دي اعشاب طبيعيه جدا، لا هو حاجه هتشتريها بقى للتخسيس ولا رياضه كده كده رياضه مطلوبه يعني، بس مش في الليفل بتاعنا دلوقتي لما نشد حيلنا ورجلينا تبطل تترقع وركبنا تبطل تترقع وكوعنا كله، والله انا كلي بترقع. المهم هقول لكم حاجات انتوا ممكن ما تتخيلوش ان هي بتساعد على ادرار الحليب في الثدي، وفي نفس الوقت بجد بتنقص جدا من وزننا. انا عايزه بس اقول لكم حاجه قبل اي موضوع، يعني ان في ناس هي عندها جلد الذات عالي قوي. انا لازم ابقى رفيعه شبه الناس اللي على الانستجرام ولا على الفيسبوك ولا مش، انا لازم ابقى بنت الفت اللي مفيش مني اتنين، انا لازم ابقى موديل، ابقى برضع ومعايا البيبي في ايدي موديل. لا مش لازم، وانتي مش شبه حد، وحبي نفسك وتقبلي نفسك زي ما انت. على فكره انا بقول لك الكلام ده وانا من جوايا متاثره، ومن جوايا حاسه ان انا محتاجه احب نفسي اكتر من كده. بس يلا اقولها بصوت عالي يمكن اعملها معاكم واحب نفسي اكتر من كده. لا بهزر، بس بجد انا قعدت فتره طويله قوي مش متقبله ان فعلا مقاسي اتغير، ومش درجه ولا درجتين، ممكن نوصل ل4 درجات. انا ما كنتش حاسه ان انا تخنت كل ده في الحمل على فكره. يعني انا كنت حاسه ان انا بزيد، بس الزياده العاديه جدا اللي انا وانس ان انا ولدت خلاص الوزن ده ودي ميه في الجسم وقعت خلاص نزلت معايا، وانا هرجع تاني البس كل مقاساتي زي الاول. اكتشفت ان ده مش حقيقي ومش واقعي، فمن هنا قررت ان انا ابحث عن الموضوع جيدا علشان اجيب لكم الدنيا من الاخر. ايه بقى؟ بص، مبدئيا المشروب ده فيه 3 مكونات فقط ليس الا شمر، ينسون، كراويه. هم دول يا شاهي بيخسسوا؟ يا اختي بيخسسوا منك ليه؟ تصوري بقى، انا مش هاجي اجيب لك حاجه تضرك. بلس ان هم بيساعدوا على ادرار الحليب في الثدي، واللي مديهم لي دكتوره. بقالي 2.5 شهر تقريبا انا بشرب من لتر ل 2 لتر في اليوم. ايوه الرقم اللي بتسمعوه ده حقيقي، زائد الميه. بقيت بحس ان انا لا، انا بنزل في الوزن. لما بدات احس ان انا مقاسي اختلف حبتين 3، دراعي ابتدى ينزل شويه، كرشي شويه، بدات ان انا طب ايه رايكم اضاعف المجهود اللي انا بعمله في يومي في الحركه. جسمي مش قادره بس ممكن اعمل ده. عملت ده فعلا، وبعد كده دخلت على الخطوه اللي بعديها، هو ان انا اعمل فتنس، تمرينات فتنس في البيت لمده تلت ساعه بس في يومي، 3 ايام في الاسبوع، مش اكتر من كده. وعملت كده واحده واحده، بقيت ان انا احاول ان انا اتمشى ربع ساعه لتلت ساعه في اليوم، وكده كده ال3 ايام بتوع الفتنس ثابتين معايا. واحده 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 واحده، مع المشروب ومع الحركه ومع حتى يعني اللياقه. الفكره ان انا حاسه ان انا جسمي بقى مرن تاني زي الاول، ما بقيتش تقيله في الحركه، بدات ارجع امشي تاني. الموضوع ده هيفرق جدا وهيساعدنا على الخسسان بشكل سليم. لو عجبك الفيديو بجد استفدتي منه، حبيتي نفسك منه، لايك وشير وسبسكرايب. وما تنسيش تقولي لي انت عايزه اقول لك ايه في الفيديو اللي جاي.